بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيها الأحباب الكرام من قناة سلام الإعلامية المباركة، أنا أحمد شريف أحييكم في حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية. أحسب أنها الحلقة 18 بعد المئتين بحمده تعالى. ربما بدأنا نلخبط في الأرقام فاعذرونا إن شاء الله. أحبابي الكرام، يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه فإذا أبيد من اللسان أبيد. أحييكم مرة ثانية، وأرجو أن تكونوا دوما في رعاية الله وصونه إن شاء الله، مع فريق العمل الذي يسهر دوما على إخراج هذه الحلقة بالثوب الذي ترونه أمامكم، راجيا أن يثيبهم الله سبحانه وتعالى الخير الكثير، ويجزيهم عنا كذلك الثواب، ويسامحون في بعض الهنات التي لم تكن مقصودة من الجانب الفني. لا نزال في رحاب القمر. ماذا إذا قال القمر؟ هذه أعتقد الحلقة الجزء السادس من حديثي وذكرياتي عن ماذا إذا قال القمر. كنت تحدثت عن قصيدة تباشير الصباح، وقلت أختها، ولم أذكر أختها آنئذ، وأخت القصيدة التي كتبت تقريبا في أسبوع واحد، أي اللي هي رحلة الفخار إلى أرض الفخار، هكذا سميتها. أيضا هذه القصيدة 91، وتقريبا شهر 5، يوم 5 شهر 11 نوفمبر، قبل أن نتحرك بأسبوع إلى أسمرة. 91 شهر 11 يوم 5، أعتقد تحركنا نحن في نهاية شهر نوفمبر، وكحلنا عيوننا بأسمرة والطريق الجميل المحفوف بكل ما ذكرته من آثار الحرب ودمارها. وقد طبعا كنا نصاب بالذعر والهلع عندما نرى ذلك الطريق الملتوي، خاصة الطريق بين كرن وأسمرة المعروف بلب تجراي. يعني حاجة فظيعة، أنت تشوف هاويات يعني بمئات الأمتار، وتمسك على قلبك يعني. وسبحان الله الذي قادنا إلى أسمرة بالأتوبيس كان هو نفس الرجل الذي كان يقود إحدى الباصات في جامعة أم درمان الإسلامية. شيء كيف جاء أنا ما أعرف يعني. لكن رجل كان رجلا داكن اللون، طويل القامة، عيونه كبار حمرة كده، وكان أحد السواقين الأتوبيسات جامعة أم درمان الإسلامية التي كانت تأخذ الطلاب من الداخليات الكثيرة إلى المكتبة وإلى دار الاتحاد. فسبحان الله أنا وجدته يقود السيارة إلى أسمرة في ذلك الطريق الملتف كالثعابين يعني. عموما عزيزي المشاهد، أعود بكم إلى تباشير الصباح فقط لأعلق على أن مندوب الجبهة الشعبية الأخ حامد حمد لم يستمع إلى الكلمة تحدثت عنها. بعد سنوات بعد أن دخلنا أسمرة وحامد رجع من الخرطوم وتقلب في مكاتب وأروقة الخارجية، إلى أن أصبح مسؤول دائرة الشام وشمال إفريقيا في الخارجية. وعندئذ وأنا أتوجه إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارتي لها، ممثلا لوزارة الإعلام والحكومة والشعب الإريتري، للمشاركة في نقل وقائع الحج، حج 8 99. أنا دائما ألخبط بين 98 99. زيارتي للقاهرة كانت 98، والحج كان في 99. فساعتها
الأستاذ حامد حمد كان مسؤول دائرة الشام وشمال إفريقيا في الخارجية، وحرر لي رسالة إلى سعادة السفير المرحوم إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم الطعيمي رحمة الله عليه، وتحدثت عنها تقريبا في. المهم في تلك الفترة طبعا العلاقة بيني وبين حامد أصبحت علاقة حميمة. فذات يوم وأنا أونس معه قلت له: يا حامد، أتذكر يعني يوم احتفى الطلاب بالجامعات والمعاهد السودانية الإريتريون طبعا بدخول الجيش الشعبي أسمر وتحرير البلاد، وأقاموا أمسية احتفائية خطابية في حوش جامعة الخرطوم؟ قال لي: نعم أذكر. قلت له: أنت ألقيت كلمة ورفعت الجلسة لأداء صلاة المغرب؟ قال لي: نعم. طبعا لم أقل له لماذا لم تعد بعد صلاة المغرب، ولم أقل له هل صليت ما صليت. لكن قلت له: أنت لم تعد بعد الصلاة؟ قال لي: لم أعد، نعم. فرنقعت، يعني ذهبت في سبيلي. قلت له: لماذا لم تعد يا أخ حامد؟ لأنه ربطتني به علاقة حب وأخوة وصداقة. قال لي: يا إيش الجهاز، يعني إيش استمع إلى كلمة الجهاز؟ بال- بالمفهوم السياسي ذاك. فقلت له: ما هم مش هم طلاب الجامعة، الطلاب المنتمين المنتمين للجهاز أدبيا وسياسيا وهكذا، هم الذين أقاموا لكم الاحتفال واحتفاء خطابي واعترافا بدوركم وهكذا. قال لي: أنا نعرف جيدا، أيوة. طيب لماذا لا تستمعوا إلى كلمة الجهة التي تمثلهم؟ يعني قال لي: يا عمي جهاز إيش يا أخو كده تاني. قلت له: أتدري من الذي قدم الكلمة؟ قلت له. قال لي: ما سألت عنه ولا عارف ذلك. قلت له: يا حامد، لو قلت لك أنا الذي قدمت كلمة جهاز التعليم الإريتري ماذا تقول؟ يا أخي ما معقول، قال لي بالطريقة السودانية الجميلة. قلت له: والله نعم. معقول يا أبو حميد؟ قال لي: أيوة. قلت له: أنت ما عندك علم أنا كنت في جهاز تعليم مسؤول الإعلام والتوجيه الثقافي؟ والله ما عندي علم. قال لي: الآن قاعد أعرف. قال لي: لأنه في تلك الفترة مكتب الجبهة الشعبية مشغول بأشياء كثيرة، والجهاز ده افتكروا من يعني حاجة كده ما لا أي قيمة في نظرهم طبعا. ولذلك قال لي: ما اهتمين، لأنه كانوا مشغولين به طبعا فرح الاستقلال، والبلد داخلة في مشروع استفتاء وخلاص ترتيب دولة يعني، فما بتهتم بالحاجات قال لي: والله أبدا. قال له: طيب بالله، قال لي أنت يا أبو حميد، كان يقولوا لي هكذا أبو حميد، يا أبو حميد بالله أنت اللي لغيت. والله قال لي: لو كنت عارف والله كان قعدت. قال لي: يا حامد قلت له. قال لي: والله كنت حاقعد. قلت له: الآن بمفهومك الآن ممكن عشان عرفتني وبتاع، لكن بمفهوم ذلك الزمان يعني ما. يا زول قال لي: كان والله حقعد. كان الرجل يحترمنا احترام، فضحكنا وهكذا ولنا حديث وحديث مع الأستاذ حامد حمد، الله يفك أسره، وإذا رحل الله يرحمه ويغفر له. كان رجلا شهما قويا، يعني صنديدا، يعني لا يتزحزح إذا اقتنع بشيء. رحلة الفخار إلى أرض الفخار، كتبت هذه القصيدة أيام استعداد الطلاب للرحلة إلى أسمرة داخل المقر الجهاز. وسبحان الله أنا في ذلك اليوم تلك الأيام طبعا الملاريات والحاجات دي هذه كثيرة في السودان، فيبدو لي من الإرهاق والمتابعة، وأصبت بملاريا آنئذ. وزائرتي كأن بها حياء، فليست تزورني إلا في الظلام. أبنت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. المتنبي رحمة الله عليه. فجاءتني تلك الزائرة. وفي الزائرة طبعا مع الملاريا الحرارة ترتفع وكذا، والشعراء بالمناسبة يكتبون أجمل القصائد وهي لا تكتب، لكن تتوارد عليك أفكار وخواطر وهكذا. وأنا أحسب أنه أبو طيب المتنبي كتب وزائرتي، وهو يعني
درجة الحرارة مرتفعة وهكذا، ولكنها لأنه كانت الذاكرة بتحفظ، مش أمثالنا اليوم. فحتى لو كتبها هو في لوثة مرض ولا حاجة، يتذكرها أو يملي على آه، المحسد ولا غيرهم الذين كانوا يكتبون له. هو كان رجل كاتب طبعا، فأحسب أنه كتبها أثناء زي الهلوسة حقنا اللي كتبناها هذه. ف وأنا درجة الحرارة مرتفعة، أعتقد بديت أكتب بعض الأبيات. لكن أكملتها بعد أن تعافيت قليلا يعني. وهي رديفة أو توأمة تلك القصيدة تباشير الصباح. الشاهد عزيزي المشاهد، بعد أن كتبت هذه القصيدة ولم يكن في خلد الجهاز أنه مسؤول الإعلام والتوجيه الثقافي العبد لله سيذهب مع القافلة الطلابية التي كلفت أن أشرف عليها داخل المكتب فقط يعني. يعني أتعاون معهم إذا في حاجة، أتحدث مع مسؤول المالية وأوقع على حاجات وهكذا، كما أشرت ذات يوم يعني. بعد ما كتبت القصيدة دي، لأنه الأولى عرضتها على الأستاذ عثمان منتاي رحمة الله عليه الشاعر المجيد، فقلت أعرض له هذه القصيدة. فعندما قرأ القصيدة قال لي: يا أستاذ أحمد، قصيدتك تقول أنك متوجه مع القافلة الطلابية إلى أسمرة. قلت له: إن لم يكن مانع هناك. قال لي: يا أحمد، لكن أنت مسؤول في الجهاز اليوم، وذهابك إلى أسمرة مع القافلة يحتاج إلى قرار. هذا أول درس أنا فهمته. عندما تكون مسؤولا، تصرفاتك تحتاج إلى قرار، وتصرفاتك ليس كموظف عادي يعني. قلت له: يعني كده أنا أول مرة، طبعا أول حديث عادي يعني بالجهاز ل4 شهور أو 5 شهور أنا يعني. ومن من يصدر القرار؟ قلت له. أنا افتكرت معه عشان نتناقش. قال لي: من رئيس الجهاز والأستاذ محمود سبي. طيب أستاذ محمود ما موجود ساعتها بالمملكة العربية السعودية رحمة الله عليه في زيارة عمل يعني، وكان كثير التجوال والترداد على دول الخليج بشكل عام، وعلى رأسها المملكة، الكويت وقطر، أعتقد الإمارات إلى حد ما، لكن الكويت والمملكة هذه كان وجهته الكبيرة دوما يعني. فقلت له: ما موجود؟ أيوه هو موجود في السعودية، ولكن سنناقش المسألة معه، فلا بد أن يقر هو وليس أنا. أنت ماذا ترى يا أستاذ عثمان؟ قلت له. قال لي: أنا من جانبي وافقك 100%. أول قال لي: ماذا تود أن تذهب مع القافلة؟ قلت له: والله يا أستاذ عثمان، أنا كصحفي وأعتقد من مصلحة الجهاز أن يزور مسؤول الإعلام ويتبين الأمر، ثم يعود فيقدم صورة واقعية عن البلد. ماذا شاهدت؟ كيف تعيش البلد وهكذا. على الفور اقتنع الأستاذ عثمان، ولأنه كان أسمراويا قديما فعاوده الحنين. قال: هذا المسكين الموظف الجديد ده، وهو من أبناء أسمرة، وكان مجنونا بأسمرة. أستاذ عثمان يعني لما يحكي عن أسمرة يحكي بحميمية وحنين وشوق يعني. أيامه في بيت قرقيس يعني، بيت قرقيس ما مدرسة ليست سهل، وكان فيها نائب المدير، وتدرج كما أشرنا في واحدة من الحلقات. عموما، فكان إنه وجد يعني رغبتي في الزيارة إلى أسمرة مع القافلة والعودة، وجد يعني قناعة وليس مجرد هوى في نفس الأستاذ عثمان. فقال لي: أنا من ناحيتي ما عندي أي مانع وأدعم هذا الخيار، إن أقر المدير الرئيس المدير المسؤول الجهاز يعني. ولحسن الحظ كان الأخ جابر أحمد ابن أخت المرحوم عثمان منتاي، اللي هو جابر كان مسؤول الأمين المالي أو مسؤول المالية في جهاز التعليم الإريتري كله، يعني مسؤول المال في وزارة التعليم، المدير المالي. فكان على تعاطف مع
الجبهة الشعبية. يعني كان مقتنع أنه هذا التنظيم هو الذي سيدخل الشعب الإريتري عبر بوابة التحرير والاستقلال والطريق إلى أسمرة يعني. فكان ضمن الذين متعاطفين. أنا ما عندي معلومة هل كان ضمن المنظمات الجماهيرية وكذا، ولكن كان متعاطفا، وقد يكون تابع المنظمات الجماهيرية، على الرغم من أنه خاله عنده موقف آخر، ولكن هي الحرية. وكان رجلا راشدا آنئذ، رحمة الله عليه الأخ جابر أحمد، كان رجلا طيبا وظريفا يعني. ف ويمكن في يوم من الأيام أجي أحكي حديثا دار بين أستاذ جابر والأستاذ محمود، والثالث العقد فيه سياسة فرقه. يمكن ربما آتي في يوم من الأيام وأحكي عن هذه المسألة. يعني تخيل جابر أحمد، محمود صالح سبة، وسياسة فرقه، ثلاثة ديل. سيناريو غريب مش كده؟ إن شاء الله أحكي عنه في يوم من الأيام. المهم، فتحدث أستاذ عثمان مع الأخ جابر في المسألة. جابر على طول قال أيوة يمشي، قال. ولحسن الحظ وجدت شخصين أصحاب قرار، وممكن يدعموا وممكن يتكلموا مع الأستاذ عثمان، مع الأستاذ محمود. فدي كانت فرصة طيبة. المهم توليا أمر الحديث مع مديره ورئيس الجهاز، وأنا بعيد في مكتبي يعني. وبدأ الحديث الطويل اللي فيه حتى أنا كنت أسمع أصواتهم يتحدثوا مع أسترق السمع من بعيد يعني. وفي نفسي يبدو لي أقول ليته يوافق، وهكذا يعني. والقصيدة ستتحدث عن نفسها. المهم أخذت زمن المحادثة بين الأستاذ عثمان بمعية الأستاذ جابر مع رئيس الجهاز الأستاذ محمود سبه، ومن مكتبه مباشرة، مكتب الأستاذ محمود. فتم النداء علي بعد تقريبا قريب الساعة، قاعد يتكلموا يعني. قال لي تعال. دخلت مكتب الأستاذ محمود، فتركوني لوحدي أنا والأستاذ محمود على الخط المباشر، الخرطوم السعودية. فدخلت المكتب وقعدت في كرسي الأستاذ محمود. طبعا مكتب وزير، مهيب المكتب، كذا هاتف، كذا فاكس، كتب، مكتبة ومراسلات، ملفات، تاريخ الجهاز. الله يسامح الذي سلم الجهاز بتاريخه لهذه المجموعة الظلامية الحاكمة اليوم في أسمرة. والجهاز ليس له أي وثيقة مستندة اليوم من ذلك المكتب، مع الأسف الشديد يعني. سلموه للزبانية. المهم فقال لي يا أحمد بهذه العبارة، قال لي يا أحمد قررت تمشي مع القافلة؟ قلت له ما في مانع يا أستاذ محمود. قال لي طيب خلاص، هم أقنعوهم. قال لي خلاص أنا موافق أنك تذهب، ولكن أوصيك بمسألتين هامتين يا أحمد. قلت له نعم تفضل. أولا قال لي لا بد أن تعود مع القافلة. والله سبحان الله، كان في نفسي شيئا يعني. هؤلاء مربين كبار يعرفون يعني. وأنا شاب الوقت ذاك لسه يعني. الكلام ده قبل 35 سنة عزيزي المشاهد، أرجعنا إلى 35 عاما. المهم فقال لي لا بد أن تعود. قلت له إن شاء الله. كرر مرتين ثلاث، حاضر إن شاء الله. قال لي الوصية الثانية يا أحمد، إلى أن تعود وأنت في أسمرة خلي بالك، تيك كير، انتبه، احذر. وكلام كبير يعني. فأنا الوقت ذاك أنا ما أعرف الجبهة الشعبية ولا أعرف جبهة التحرير ذات. ننط من تنظيم واحد، قوى التحرير جبهة، وهكذا الطلبة يعني. لكن الجبهة الشعبية دي إلا اسمها، والله رسمها لا أعرف ذات. فقال لي هؤلاء الناس لا يشبهون ولا نشبههم، بهذه العبارة: ولا يشبهوك ولا تشبههم، فاحذر، لا بد تكون عامل حسابك لحد ما ترجع. حاضر يا أستاذ محمود. وقال لي أعطيني جابر الآن. ناديت جابر.
الله يرحمهم جميعا. فتحدث معه، فأعطيت قدرا من المال. يعني جابر قال لي تعال قبل السفر، أداني مال. يعني دخلت البلد أنا مقرش، يعني زي ما يقول، يعني أنا ما مسؤول مسؤول الإعلام والتوجيه الثقافي. يعني فأعطيت مال وقدره، الحمد لله. ودخلت أسمرة. وللتاريخ عزيزي المشاهد، الوصية الأولى أول ما دخلت أسمرة وشفت المدينة، سحرتنا بجمالها، وسحرنا الاستقلال بحلمه الكبير ووجهه الصبوح آنئذ. يعني أنا أتحدث عن بلد محررة قبل 5 6 أشهر يعني. وأبهرنا الشعب الإريتري بحبه لوطنه وثورته وتقديره للمقاتل وهكذا. فسحرتنا مجموعة أشياء دخلت واعتملت في النفس. فلم يكن الحبيب للعائد إلى بلده إلا مستسلما ورفع الراية البيضاء، ويعني سلم كل أسلحة العودة، وكل سلمها كما يسلم الحبيب محبوبته كل شيء يعني. ولذلك أنا قلت يعني من أسمر هذه الجميلة دائما عقد البلاد وملتقى العباد. آه في جوها الأخاذ سلاب الحجى، منسي الأنين وقائد الإنشاد، في واحدة من القصائد يعني. دار تدثرت الجمال بسحرها، في حسنها الميال بالأجساد، في جوها الأخاذ سلاب الحجى، منسي الأنين وقائد الإنشاد. البيتين دول يكفوا إنه كيف سحرتنا أسمرة وناسة وجو ومستقبلة، يعني الوطن بشكل عام يعني. فسلمنا أسلحة العناد والعودة وهكذا، سربنا 17 عاما. لم تكن كلها حسوما، ولكن لم تكن كلها ورود، بين هذا وذاك، وأكثرها أشواكا و... ورماح. عموما عزيزي المشاهد، فالأولى العودة، أنا قررت أن لا أعود. وغريب عزيزي المشاهد، رجل يعني أنا بأثر رجع عندما أراه. آه، أقر على أنه لم يكن قرارا سليما آنئذ يعني. أنا كان ممكن أعود، لكن لا أعود في حالة نشوة. وعزيز المشاهد، أنا أقول لك يعني عزيز المشاهد، بالذات الشباب وكذا، لا تتخذوا قراراتكم في حالة نشوة فرح أو في حالة نشوة ثورة غضب يعني. أنا أقول كانت تلك نشوة فرح، لم أحسب لها حسابات مستقبلية. يعني معقول تترك، يعني بس من باب المسؤولية خلينا ناخذ، أو من باب المكانة الوظيفية. يعني معقولة تترك أنك أنت مسؤول وفي وزارة التعليم، يعني تخلي درجة مسؤول لتدخل معمعة أنت لا تعرف تفاصيلها ولم تكن جزءا منها، فتدخل مجموعة بادية من تحت الصفر، من تحت الرماد، لتبدأ موظفا عاديا. أنت مسؤول. يا أخي في واحدين، يعني والله لو كنت غفير قاعد في الباب، انت دي مسؤوليتك. يعني ممكن يكون في كذا غفر وحراس، واذا قالوا لك انت مدير الحراس هذيل، والله كمدير حراس افضل لك من ان تكون موظف عادي جوا المكاتب. انا اقولها عن تجربة يعني ولذلك ما تتخذوا قراراتكم في حالة فرح او غضب. وكان قرارا خطيرا. انا اتخذته داخل اسمر بالمناسبة. انا ماشي عندي الاحساس الكامل ان اعود مع القافلة، وقرار هو، وأنا أعمل حسابي. أول ما دخلنا هناك أخذتنا النشوة بتاعت الحرية، فرميت الفكرة الأولى أول أن أعود. في نفس الوقت عزيزي المشاهد، أنت مسؤول وكنت تعمل وفق أسس ونظم ومع ناس مسؤولين ومحترمين يعني.
قادة كبار يعني، مربين وثوار وما إلى ذلك. ودارت أنت تتعامل مع ثوار دابهم داخلين من الخلاء ومن الموت، يعني حياة غير طبيعية، ولتبدأ من الصفر. أما في في من زاوية الفلوس والراتب لو نظرنا إليه، يعني كان جنونا، يعني جنون جنون أن تتخذ مثل ذلك القرار. أنا للتاريخ أحكي، يعني الراتب العبد لله في ذلك العهد كان ما يعادل 500 دولار أمريكي، وأقولها كمعلومة يعني. والراتب الذي بدأنا به في أسمرة لا يتعدى لا يتعدى عزيزي المشاهد 40 دولار أو 50 دولار. تخيل، بس من باب المصلحة يعني، ومن باب أنك أنت مسؤول، لتبدأ من تحت الأنفاق، من تحت، وليدير. وأنت كنت تدير نفسك وتدير جهاز تدير ثقافته وإعلامه. يديرك واحد لا يفقه نظرية واحدة في الإعلام، فقط بحكم الثورة والتكدلي والمناضل وهكذا. تاريخ وبطولة شيء آخر، أنا أتحدث عن جانب إداري، والنفق المظلم الذي دخلناه ما بهذه النظرة غير الراشدة يعني. فقط أنت لأنه حررت البلد لازم تحكم يعني. هذه يعني دي أم الكبائر يعني بالنسبة لنا في الجانب السياسي الإرث. ويلا تباروا علينا أولئك المغاتلون، واحدا بعد الآخر يمشي ذاك يجي ذاك وكلهم. يا أخي بصريح العبارة قالوا لنا، أنا أقول لهم نظريات الإعلام بتقول كده، الإعلام يا أخي قالوا لي إعلامك الدرسته ده أرميه وراك. فاضطررت أن أدخله في شنطة كده وأقفل عليه بالشمع الأحمر، ودخلنا خلاص في التجربة ال- من ناحية إعلامية وإدارية وناحية نظريات. لم نمارس الإعلام أبدا. مارسنا إعلام حاجة بتاعت تشبه نفسها بنفسها، لا والله نظرية واحدة أنا ما طبقت في داخل البلد 17 سنة. بل عندما عدت إلى القاهرة لإكمال الدراسات العليا بدأت دائما أقرأ من جديد، يعني من جديد في النظريات. أكسبتنا التجربة أن تعمل في جو ليس فيه حياة، وتعارك، وتمسكنا بكل المبادئ والقيم التي دخلنا بها، فخرجنا بها مسلحين بالعزيمة ليس إلا، والإصرار على معترك الحياة بشكل عام. أما في الجانب العلمي والجانب الهناي أصبحنا جهلاء يعني. أنا عدت الكرة من جديد في الدراسات العليا والحمد لله، ويا الماجستير يعني. وكانت تجربة ما عادية يعني. عموما يعني لنبدأ من تحت الأنقاض. فأقول إنه لو عاد بالزمان ما اتخذت ذلك القرار. يا أخي كنت أقعد لحد الجهاز ده سلموه، يمكن كانوا يسلمونه مع الجماعة، ويمكن كان الواحد مشى في اتجاه آخر. لكن هل أندم بشكل عام على عودتي؟ لا أندم عليها. ماذا كسبت؟ ماذا كسبت؟ هذا الكلام الذي أقول يعني. يعني كنا جزءا من ذلك الوجع، خيره وشره يعني. فليسامحنا المشاهد الكريم إن كان لنا في ذلك ال- المسرح الأسود. نحن لم نكن أبطالا حقيقة. ممكن كنا ممثلين درجة ثالثة رابعة 10 ذاته، والحمد لله يعني. عموما عزيزي المشاهد، أما الوصية الثانية خلي بالك، أعود إليها. العودة دي رميتها بعد ما شفت أزمرة والذي قلت. أما أن أكون عامل حسابي عزيزي المشاهد، قسما بالله العظيم لم يعني 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 ما لم أتحرر قيد أملة من تلك الوصية. أعمل حسابك يا أحمد، والله عامل مليون ألف حساب على أي خطوة أخطوها. يا أخي إذا دار أمشي المسجد أنا عامل حساب، أسجل برنامج عامل حساب، تعمل مقابلة عامل حسابك، تحدث مع الناس 17 سنة. تخيل زول عامل حساب 17 سنة، تلقائية كده ما عندك يعني. والحمد لله لذلك يعني. الحمد لله لم نصب بكثير من رياح ورماح وأسلحة والتخطف والاعتقال والإهانات
الحمد لله كنت في مأمن من أشياء كثيرة يعني. أنا أقول لأنه كنا متمسكين بمبادئ قيمية. هذا الدين الإسلامي الحنيف والله أرشدنا وقومنا وخلانا برضو يعني على وعي كامل. الحمد لله يعني. ولو كنا متحررين ونعيش اللحظة ونعيش الفرحة وبتاع لتخطفونا من لساننا يعني. لكنهم لم احتاروا فينا، والله حيرتهم في أمري، حيرتهم والحمد لله يعني. وأنا الذي دخلت في دهاليز الحكومة دي من من قعر قدمها إلى رأسها يعني. الحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. ومتمسكين بهذا الدين الحنيف اللي يخليك يقول واعي، خليك واعي فطن مدرك، لا تؤخذ على غره يعني. ندخل المساجد وندخل المسارح وندخل العناية ونكتب القصائد وننشد ونغني ونكتب البيانات ونرافق المسؤولين ونخش البرلمان ونكتب الأشعار ونقدم كبريات الاحتفالات بالمفهوم المجموعة وكوادر وهكذا ومسؤولين في وزارة الإعلام وهكذا. وكل ده دخلناه والجماعة حيرناهم يعني. إلى حد ما كنت أقول ما أؤمن به كثيرا يعني. لم أقل كل ذلك، لكن قناعتي كانت. أنا الحمد لله عزيزي المشاهد لم أفوت جمعة، يعني على سبيل المثال أنا أحكي بس يعني. جمعة نشرة أخبار كانت نشرات الإذاعة، كنت حيث أعمل في الإذاعة والتلفزيون. في الإذاعة عمري لم أقرأ نشرة أخبار يوم الجمعة ولا الأيام الثانية كذلك، تحسبا أن لا يخطوني في يوم الجمعة أبدا. أنا جمعتي كانت طوالي، والصلوات الأخرى الحمد لله نعتاد ونرتاد المساجد يعني. أبدا ما فوت أنا الجمعة وأنا داخل أسمر، لأنه أنا كنت أفضل قراءة الأخبار في الصباح. والصباح هم ما يحبوها كتار الجماعة حقنا. فالمدير بتاع القسم العربي أقول له بالله خدتني، يقول شريف يحب الفترة الصباحية أكثر. فأنا كنت في نشرات الصباح كثيرا يعني. وفي المساء كذلك لأنه عندي تلفزيون وأما الجريدة وهكذا يعني. فكنا محافظين على حاجاتنا. وعندما وعندما تتوه الوزارة ويختل عقلها وتسبح في سماوات يعني النشوة والسكر خلينا نقول يعني، في مناسبات كثيرة في الوزارة. والله أنا بقول من باب الحديث بنعمة الله علينا. ولو لم نكن كذلك ما خرجنا، ما كن قلنا قال الله وقال رسول اليوم في هذه القناة المباركة. عندما تسبح الوزارة أيام الاستقلال، أيام رأس السنة وما أكثر المناسبات يعني، وترسل قوارير ميلوتي وغيرها عزيز المشاهد في الوزارة من هنا إلى سقف الحجرة والمنزل، هذا ليوم البهجة، يوم الزينة يعني في الوزارة. والله العظيم كان ستيكة أو ستيكتين ثلاثة يؤتى بها من الكوكا أو السبرايت أو الفانتا لمن يعرف البلد. فيقال هكذا يعني كنا نحن مجموعة آه، كأننا غرباء الوجه واليد واللسان في تلك الوزارة. يعني نعد بالأصابع الذين لا نتعاطى تلك الكحوليات. وأنا أقولها والحمد لله أنا لم. هذه نحن سنشربها في الجنان ونسبع في أنهار من خمر وعسل مصفى يعني. ولا ننزف هناك ولا نصدع يعني، منتظرين نشربها هناك. فيقول انه بيبسي والكوكا دي اثنين ثلاثة ستيك يعني كم كلها لا تتعدى 60. يقول لك ده لناس شريف. والله هكذا كان يقول في الوزارة داخل الوزارة. يقول لك ده لناس شريف اللي ما بيشربوا. ونرى الأمة والله نراهم. فنقول بالله شوف سبحان الله ربنا يعني حرم الكبائر هذه حتى لا نكون مثل هؤلاء، وحرمها حتى لا يكون الناس هكذا يعني.
فنراهم كأن لم نرهم، جماعة اللي يقعدوا في المكاتب كده يعمل لنا سماس كيس صغان لا لا، يعمل لنا اوفر اكت يعني اليوم نراهم في ذلك اليوم. فكان يسقط من عيوننا، والله العظيم عزيزي المشاهد، يسقط من عيوننا. وكلما تعنتر علينا وتفرعن إلينا فنتذكر أنه تذكر رأيناك والله يعمل أشياء حيوانات لا تعمل. عموما أنا أقول ذلك لأدلل على أني كنت عامل حسابي مليون ألف مرة. وإذا الإنسان سلب عقله وكذا فيفلت ويقول وكثيرون الذين دخلوا وغابوا هنا كان نتيجة لهذه فلتات لأنهم خارج الوعي. وإن كانت المجموعة عزيزي المشاهد لتشرعن لك أن تكون فاسقا وفاسدا، يقول لك كان بغير وعي، صغير يردعن صغرى ما يتحزلوني بالتقرين. ده في الشأن اللي هم ما دايرين ياخذوك، لكن إذا دايرين ياخذوك ياخذوك في بعضها ويتركوك في بعضها، يعني كأنه الجراد زول عادي. بالعكس عزيزي المشاهد، الذين لا يضربون بأمثالنا وهكذا فكانوا يصفون بأنهم متخلفون، يعني هذا اللي يقول لك ناس قدام ساكت يعني ما يعيشوا الباجة وهكذا يعني على هامش الحديث. فكنت عامل حسابي والحمد لله الحمد لله. يعني مليون مرة وصية الأستاذ محمود اشتغلت بها إلى أن خرجت من البلد 17 عام. نأتي إلى قصيدة أرض الفخار، أستاذ عثمان فهمها. قلت سنذهب يوما سويا سويا، نهنئ ذاك الفتي الأبي، نعانق نصرنا هذا الوليد، ونزدي إليه مهادي التحية، ونلقي السلام إلى أخت هذه، فنعم الفتاة ونعم السمية. أتينا إليكم وفي النفس ذكرى تلوح رؤاها مليا مليا، ففيها سرور وفيها قروح، وكم أرهقتنا الليالي العصية، فيوما نراهم خضر العيون، وطورا نراه فتى أمهريا. زي ما يقول كده كأنه تقول أتينا إليكم، معناه أنت في جوازك ضارب خروج. هكذا فهمها عثمان، الأستاذ عثمان منتهي. الأستاذ أحمد قال لي القصيدة جميلة وما شاء الله وبتاع، لكن في جانبها الإداري والسياسي أنت تقول هذه القضية تقول أنك ذاهب. قالوا نعم، وهكذا والحديث الذي سرد. أتينا إليكم وفي النفس ذكرى تلوح رؤاها مليا مليا، ففيها سرور وفيها قروح، وكم أرهقتنا الليالي العصية، فيوما نراهم خضر العيون، كانوا خواجات إيطاليين وإنجليز، وطورا نراه فتى أمهريا، وكم من شهيد وكم من قتيل سما تحت هذه العزيزة حيا، وكم من ديار غزتها بليل شياطين أنس وجن سويا، فتقتل هذه وتبقر أخرى، وتلقي بتلكم في نار الهوية، فتلك قروح توالت تباعا، وتلقي بتلكم في نار الهوية. ما في ناس واحدين قالوا أندنت وخلاص ضمونا ودخلونا، فأدخلوهم في نار الهوية. فتلك قروح توالت تباعا، وأما السرور فأصغي إلي، أحقا أراها ومسقط رأسي، تسمع شعري وتثني علي. أنا كنت كلمت أستاذ محمود إن أستاذ عثمان إنه أنا مواليد أسمرة، فأقول أحقا أراها ومسقط رأسي، تسمع شعري وتثني علي، أحقا وقد فارقتها لئام فأضحت كأحمد طلق المحيا، وتسمع قولي وتدرك شعري وترقص نشوى بهذه التحية. وذي فاطمة زهر التي تاه فيها ابن عبد اللطيف زمانا مليا. طبعا الأمين الله يرحمه كان عنده زهرات أو فواطم، فاطمة الأولى والثانية فاطمة زهرة، لا الأولى لنا فاطمة زهرة، وليليت مطت بيلو ودي بأسمرة وعدق التقانح وأقوارة وكده.
وذي فاطمة زهر التي تاه فيها ابن عبد اللطيف زمانا مليا، فهل كللتها جموع الحيارى وضباط درقي ليوم الهنية؟ نعم طوقتها، ولكن بذل، إلى أن دعتها بطهر جليا. تغنى بفاطمة ولولا زمانا. لولا طبعا تغنى بها حسين محمد علي الفنان الملتزم، له السلام والتحية، وللأمين الرحمة والمغفرة. تغنى بفاطمة ولولا زمانا، لولا بديت مني يا هو تحادوني، سمان وديت مني سفلا لقت ليني، قال حسين في بدايات أغنياته الوطنية. تغنى بفاطمة ولولا زمانا، وحرض قومي بقوله هيا هيا هيا، بقى سوق النحدية. وعتها عقول فهبت جموع تنقب عنها وتلقى المنية. نحن حتى وإن كنا في بلادنا الأخرى في وطننا الثاني، ولكن التاريخ والدموع والأنين كنا على وعي وكامل ومتابعة له. فيا موطني هاك أنشودتي، فخذها ودادا وخذني رويا، وألق عليها أزاهر عز، حملت دواما بقلبي صبيا، وحبا تجاوز أفق الفضاء وفاق النجوم كذاك الثريا. وكنا قديما نمني النفوس ونركب صبرا وإيدا عصيا. والله كنا نمني أنفسنا، نقول متى نرى علم بلادنا كذا ينشد، ونحن نقول نحن جند الله جند الوطن، والله ونعتز بذلك النشيد. إن دعا الداعي الجهاد لن نهن، نتحدى الموت عند المحن. هذا هو النشيد الذي كنا نردده في المدارس في السودان. نحن جند الله. وعلى فكرة النشيد الوطني السوداني أكثر نشيد عربي إسلامي ملتزم وملتحم برسالة السماء. نحن جند الله جند الوطن، إن دعا الداعي للجهاد لن نهن، نتحدى الموت عند المحن، نفتدي الأرض بأغلى ثمن، هذه الأرض لنا فليعش سوداننا علما بين الأمم، يا بني السودان هذا مجدكم، يحمل العبء ويحمي أرضكم. بعدين طبعا بدلناه بإريتريا، قد دحرت بغيظهم أعداءها وتوجت بالنصر تضحياتها على الأعداء، على الأهداف. وغدا اسمها معجزة الصمود، فخر المكافحين إريتريا، قد برهنت أن العلا لها. إريتريا إريتريا بين الأمم. النشيد الوطني الإريتري برضو لا بأس به قوي، لكنه نشيد الأرض، ليس له علاقة بالسماء. لكاتبه الأستاذ سلمون تسهي، بالتجرينيا كتب طبعا، ولمترجمه الشهيد الأسير، هو كل من أسر هو شهيد أنا في ظني، المناضل إبراهيم إدريس توتيل فك الله أسره، هو الذي ترجمه إلى العربية. هذه معلومة على هامش الحلقة عزيزي المشاهد. وترجمة عربية قوية، ملتزم كمان باللحن يعني. لكن التجرينيا إيرترا إيرترا أب عالم جبيتاتو قبو كبرى ناسنة زمسؤولو علنح نهنسان اللي معات كنسرح سلطاني كان البساقر ما حدر لنا قنجا نسلمها. إيرترا إيرترا أب عالم جبيتاتو قبو كبرى مو إلنا بحساب علامة مرتي كوينو شما إيرترا زحابنو ساعات مسكيرة حق خم تعود إيرترا إيرترا بعلم شبيداته بكبرى، والله لم ينفذ واحد كلمة من ذلك النشيد، لا بالعربي لا بالتقرينيا. فأنا أقول وكنا قديما نمني النفوس ونركب صبرا وإيدا عصيا، فعدنا ويومنا ملء نضار وروض عمار تنشر زيا، تنسم قومي هذا الهواء فهبوا قياما لنيل العطية. تنسم قومي هذا الهواء فهبوا قياما لنيل العطية، وذي يا رفاقي طلائع علم
هبت إليكم حقوق الوصية، طلائع العلم. هذه القافلة الطلابية أنا أتحدث عنها بشكل صريح. وذي يا رفاقي. رفاق طبعا هم الرفاق وإن كان الرفقة هي كلمة مسروقة من الأدب الإسلامي في الفكر اليساري الأحمر الملحد. الرفيق والرفاق وهكذا. والرفاق هي كلمة، الرفق يا رسول الله، معروف عن الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. الرفق هو يحدث نفسه أن يكون رفيقا له في الهجرة. وذي يا رفاقي طلائع علم، هبتها إليكم حقوق الوصية، وصية جد رعاها بجد، لنبقى حماة لهذه الثنية، لأرض الحباب وأرض البلين وأرض الكنامة كذا الدنكلية، وأرض سراي وما جاورتها، ورمز البلاد الفتى الأسمرية، ودار الأسود أشاوس بركة، عرين الديار كفتني أخيا. أحببت أن أرمز للحاجات وطنية معروفة، قوميات وجغرافيا وما إلى ذلك. ودار الأسود أشاوس بركة، عرين الديار كفتني أخيا، فلولا النضال الذي قدتموه بعزم أكيد ونفس أبية، ولولا الإله حبانا رجالا وأخرى نساء يلدن الكمية، لضاعت حقوق وكنا سواما نطأطئ هامنا هذه العلية، ومهما نعمنا بدار الهوان لصرنا عيونا نحيك الأذية، ولا خير في من يعيش بذل ويحسب أنه هان رضيا، إذا رمت عيشا عزيزا منيفا فذد عن حماك لتحيا هنية. وآخر قولي سلام عليها تدفق شعرا وأهدى التحية. 5 نوفمبر 1991 القرطون. هكذا كانت الدفقة، وكان بعدها ما كان. ذكرى باقي هذه قصيدة كتبتها على في أشياء كثيرة، لكن كنت يعني أعبر عن ما يدور في خلجي، في خلدي عفوا. كتبت 1990 2 12 2. أنا في الجامعة في السنة الرابعة، وكانت هي مرثية وشيء من ما كان يعتمل في النفس. مرثية أخونا صلاح رحمة الله عليه، أحد طلابنا في مدينة كسلة. صلاح محمد سليمان هو من أبناء كسلة، سوداني، توفي في حادث سير أليم في كسلة سنة 1988. حادث سير بتاع دراجة كده، فرحمة الله عليه. فكان رجل حبيب يعني، فبكيت فيها، فقلت فيه ذكرى باقية أقرأها لكم، وبها نكمل الحلقة إن شاء الله. متى يا هم إلى مثواك ترتحل، وجرح القلب من الآلام يندمل. متى يا هم إلى مثواك ترتحل، وجرح القلب من الآلام يندمل. سنين العمر ما زالت معربدة، رياحه الهوج لا يحلو لي الأمل، فلا سعد ولا صبح يلاحقني، ولا أمل من الإشراق منسدل. حياتي كلها حرب مضاعفة، تسد الطرق قدامي وتشتعل. تتنازعنا الأهواء يعني، والصراع، أنت أين ومن أين وكيف وهكذا. حياتي كلها حرب مضاعفة، تسد الطرق قدامي وتشتعل، ولكني ألاقيها وبين يدي طموحات من الأمجاد تقتتل. ينازلني زماني كل يوم، فلا الأكدار تثنيني ولا النصل. علتني صلعة سمراء زاحفة، فلم تلبث شعيراتي فتنفصل. فيبدو الرأس عريانا من الشعر، وحسب الرأس ملآنا أو مكسوا بما جهلوا. دي فيها طرفة كده شوية. طبعا العبد لله. بدت الصلعة آنئذ، الجلحات كما يقال تبدأ من هنا شوية، والشعر من هنا بدأ يتساقط يعني، بدايات السقوط.
فقلت، وأنا إحدى المعارك أخذت إحدى المعارك على أنه شاب يفقد شعره وهكذا وبتاع، ولكني ألاقيها وبين يدي طموحات من الأمجاد تقتتل، ينازلني زماني كل يوم، فلا الأكدار تثنيني ولا النصل، علتني صلعة سمراء زاحفة، فلم تلبث شعيراتي فتنفصل، فيبدو الرأس عريانا من الشعر، وحسب الرأس ملآنا بما جهلوا. عندما قرأت لطلابي لأحبابي في داخلية العاشرة في مدرمان، الثورة بالنص يعني، حيث كان المقام هناك الداخلي يعني، طلعت على مسجد كبير كده، فواحد قال لي يا زول ده تطاول يا شريف. ويبدو الرأس عريان وحسب الرأس مكسوا بما جهلوا. كانوا مشعرون كثار يعني. فواحد قال لي يعني نحن جهلة يعني عشان عندنا شعر يعني. قلت لهم والله نحن نطمن نفسنا كشعراء، لو ما شعر الواحد ما حيقول علتني صلعة سمراء زاحفة فلم تلبس شعيراتي أنا كنت أرى شعيراتي تتساقط يعني. فقلت لهم هكذا يعني، فهي نزوة شعر يعني وشاعر. متى يا قلب تلقاهم وتسمعهم صباباتي ومن في القلب قد نزلوا. برضو في ذلك العهد شوية بدأ القلب في الخفقان يعني. فهي بين هذا وذاك. متى يا قلب تلقاهم وتسمعهم صباباتي ومن في القلب قد نزلوا، وهم نزلوا إلى قلبي بلا أذن، فنعم الضيف نعم السكن والنزل. فيا قلبي حديثك في دواخلهم، ويا شعري بحورك هم وإن عذلوا، وإني لا أعاتبهم على قول ولكني أجازيهم وإن خطلوا، أجازيهم بحسن القول والفعل، وفي تلكم يطيب الشعر والقول. رجائي منك يا رحمن تحفظهم، فأنت الحافظ المقصود والأمل. ويوم في رياض خضر مشرقة، حفانا الحب والتغريد والطلل، فهذه الأرض تلقانا مصافحة، وذاك الشعر يهززنا به البطل. بني شرقي وآصرتي وحبي، لأنتم خير من يفدى له الأهل. وكانت منيتي دوما سرورا، ولكني إلى مثواه أنتقل، إلى قبر حواه المجد والقدر، وها أنا ذا من الأحزان مختبل. بكيتك يا صديقي بنهر دمع، إذا في الدمع ما يشفى به الوجل. سأذكر وجهك الوضاء دوما، سأذكر عزمك الموصول يا زحل. صبور في الشدائد يا صلاح، ولم تبلغ جزيئياتك الأول. ذكرتك كلما بزغ الذكاء، وما حنت إلى أعطانها الإبل. رحلت وفي حياتك بعض شيء، فهل ألقيت باقي المجد يا رجل. وما موت الأناس كثير خطب، فكم بالأمس عن الدنيا وقد رحلوا. ولكن المنية مثل هذه هي الكبرى، وهي الموت والجلل. فكيف حواك ذاك اللحد في سعة، وقدما سعت كل الكون يا بطل. يا بطل فإن كان الرثاء يريح نفسا، ففي مرثاك هذه النفس تشتعل. فأطفئها بقرآن وحوقلة، وأدعو الله غفرانا وأبتهل بأن يسكنك في الجنات مسرورا، وفي الروضات متكئا، وتنتقل إلى آل وأنهار وأكواب قواريرا حواها الخمر والعسل. فتلقانا ومن في هذا يا حربي، كان لقب حربي، كنا نقول له صلاح حربي. فتلقانا ومن في هذا يا حربي، هناك على ضفاف النهر نغتسل، من الأحزان والأكدار في طرب، وتكسونا عيون الشكر والبلل. بني شرقي وآصرتي وقلبي، لأنتم خير من يغفر له الذلل، يغفر له الزلل. وحييكم وفي لحظاتكم هذه وفي كسل، فقد حياكم الأهل، وضم القاش ملهانا ومرتعنا، وأنس الأهل طيب النفس والجبل. وكانت منيتي دوما سرورا، ولكني إلى الأحزان أنتقل. هي الدنيا فلا تصفو لذي فطن، يتوج هما إلى أن يأته الأجل. رحمة الله عليك أستاذ صلاح محمد سليمان، صلاح حربي. وألقيت هذه القصيدة على ظل جبل تاكا ومكرام توتيل هناك، في واحدة من الأمسيات، رحلات الطلاب يعني. كانت قصيدة مؤثرة جدا، وفي ذلك العهد كان لها
بريق وألق. في قصائد خاصة زي بدور الشرق ولماذا، هذه سأتجاوزهن. همس الأرض هذه، سيبقى العزم سيدتي، سيبقى كل ما فينا من ضمير. هذه كتبت ومعمعات الحرب 99 على أشدها. فأعتقد عزيزي المشاهد دعنا نتوقف هنا على أن أكمل معكم ما تبقى من، وهي ستكون الحلقة الأخيرة في ذكرياتي مع ديواني الأول، ماذا إذا قال القمر. سأتوقف هنا عزيزي المشاهد، شاكرا لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم، وأرجو أن أكون قد قدمت لكم شيئا مما هو مفيد، فيه شيء من التاريخ وشيء من الوقائع، وكذلك فيه الكثير مما يحسب للأدب بعمر تلك التجربة يعني. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة دوما نفتح البرنامج ونختتم بها، ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. ألتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من قناة سلام الإعلامية المباركة. منها أنا أحمد شريف أحييكم مقدما ومتحدثا إليكم ومعدا، ولزملائي الفنيين والإشراف والمخرجين في الإشراف جزيل الشكر وعاطر التحية والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.